السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أصدقاء، أهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة وحكاية أكيد أنها مفيدة. مع برنامجكم الشيق يحكى عنه. عنوان حلقة اليوم هو عاقبة الطمع، حيث تدور الحكاية في قرية بعيدة، والتي كان يعيش فيها صديقنا حمدان، وحمدان هذا كان صاحب منجم، لكنه كان يعاني مع هذا المنجم، لأنه لم يجد فيه أي ذهب. وكان كل يوم تزداد فيه المشاكل لصديقنا حمدان، وتسبب له المزيد والمزيد من الديون، لكنه كان يدعو الله تعالى أن يفرج عليه ويسدد ديونه، أن يفرج عليه ويسدد ديونه. وهنا ظهر أبخل رجل في القرية، وهو سعدون الطماع، فهو يحمل الصفتين، صفة البخل وصفة الطمع. حيث قرر أن يجرب حظه في المنجم. فذهب بالليل وبدأ يحفر، لم يستمر طويلا حتى وجد شيئا، فقد ظهر ضوء أصفر باهت، فكاد يطير من الفرح. وقال: لقد كنت أعرف أنني سأنجح. لكن ذاك حمدان لا يعرف كيف يستفيد، فهو مسكين وليس تاجرا شاطرا مثلي. لملم سعدون الطماع معداته وغادر المنجم بهدوء، حتى لا ينتبه أحدا من الناس. وبينما هو في الطريق وجد صاحب المنجم، صديقنا حمدان يقترب من بعيد، فقال سعدون الطماع: هذه فرصتي. وما أن اقترب منه حمدان حتى سلم عليه، وقال: كيف الحال يا جاري العزيز؟ رد عليه حمدان: بخير الحال. فقال له سعدون: أعرف أنك تحتاج إلى المال، وأعرف أنك لم تخرج شيئا من المنجم، وأنت تريد تسديد ديونك. وأيضا تريد أن تسدد للعمال. أجاب حمدون بحزن: هذا صحيح، وأهم شيء أريد سداد الديون، لكن مع الأسف لا نجد ذهبا في المنجم. رد عليه سعدون الطماع: حسنا يا جار، ما رأيك أن أشتريه منك؟ وبالسعر الذي تحدده. تعجب حمدان من ذلك، وقال له: يا جاري العزيز، أنت تعرف أن المنجم لم نجد فيه ذهب، وتعرف أيضا أنه منجم قديم. ابتسم سعدون الطماع بخبث وقال: أنت جاري العزيز، وأنا أريد أن أقف معك في محنتك. تعجب حمدان من ذلك، فهو جاره من 10 سنوات، ولم يقدم له أي خدمة أبدا. لكن سعدون الطماع باغته، وقال: يا صديقي، لم أكن أعرف أنك في مشكلة، وبمجرد ما عرفت ذلك قدمت لك، والآن هيا معي إلى البيت حتى أسلمك أموالك كاملة ونحول ملكية المنجم. من اسمك يا حمدان إلى اسمي. اتجه سعدون الطماع، والذي ممسك بحمدان الذي يشعر بأنه في حلم. فأخيرا بعد هذه السنوات فرج الله أمره ويسر أمره، ستحل كل ديونه، ويسدد أموال العمال، وسيتبقى له مبلغا من المال حتى يفتح تجارة جديدة. سنعرف بقية الحكاية يا أصدقاء، لكن بعد هذا الفاصل. فاصل ونواصل. مرحبا يا أصدقاء، عدنا لكم بعد الفاصل، ما زلنا في حكاية اليوم والتي هي بعنوان عاقبة الطمع، مع صديقنا الطيب حمدان، وجاره سعدون الطماع، حيث قرر سعدون الطماع أن يشتري المنجم من صديقنا حمدان، وهو متأكد أنه وجد كنز، وجد ذهبا كثير، ولا يريد أن يضيع هذا الذهب. ويذهب إلى جاره حمدان، فمن طمعه لم يخبر أحد بما وجد، وفعلا وقع حمدان على العقد، واستلم أمواله من الطماع سعدون، الذي لم ينتظر حتى الصباح، فانطلق مباشرة نحو المنجم. أما حمدان فقد ذهب إلى عائلته وأراد أن يبشرهم بما حصل له، فلنعد إلى سعدون الطماع، الذي لم يتوقف حتى صباح اليوم التالي. فقد كان مرهقا جدا،
بعدما جمع أكواما كبيرة ثم وضعها في جوالات كثيرة جدا، وهو ينظر إلى هذا الغنى الفاحش، وأن كل هذه الجوالات ستتحول إلى أطنان من النقود. فقال: أعتقد أن جوالا واحدا من هذا الذهب يساوي أضعاف ما دفعته. لذلك الأحمق حمدان، مع هذا الذهب سأصبح من أغنى الأغنياء في هذه البلاد، وربما في كل العالم. قالها والتكبر ينطلق من عينيه، وأضاف: سأشتري القصور والمناجم، وسيتحدث عني كل الناس. ثم ضحك ضحكة مجلجلة: ها ها ها. غادر سعدون المكان سريعا، وذهب حتى يحضر العربة التي سينقل بها الجوالات. وما أن وصل حتى وجد جاره حمدان، وذهب حتى يحضر العربة التي سينقل بها الجوالات. وما أن وصل حتى وجد جاره حمدان الذي سلم عليه بكل ترحاب. اضطرب سعدون الطماع وقال في نفسه: ماذا يريد مني؟ هل عرف بموضوع الذهب؟ فاضطرب سعدون الطماع، وكاد أن يرجع إلى المنجم، إلا أن حمدان استوقفه وقال له: يا جار، نستودعك الله، نحن على سفر إن شاء الله تعالى. تنفس سعدون الصعداء، وقال له: إلى أين يا جار؟ رد عليه حمدان: قررت مغادرة القرية، سنذهب بعيدا حتى نبدأ حياة جديدة، لكن أحببت أن أودعك قبل سفرنا. شكره سعدون الطماع بسرعة، وابتسم له ابتسامة مصطنعة، وقال: سأفتقدك يا جار، لكن في السفر فوائد كثيرة. وأضاف: اذهب رافقتك السلامة. ثم انطلق إلى منجمه، فهو لا يريد أي شيء يؤخره عن كنزه. قاد سعدون العربة وهو في غاية السعادة. فلما وصل إلى المنجم لم ينتظر ثانية إلا وهو يحمل الجوالات إلى العربة، وانطلق بها إلى الصائغ. وضع سعدون الطماع أحد الجوالات أمام الصائغ في محله، نظر باستغراب إلى هذا الجوال الكبير وسأله: ما هذا الجوال؟ ضحك سعدون الطماع بضحكة ساخرة، وقال للصائغ: هذا طريقي للغنى. أترى كل هذا الجوال؟ إنه من ذهب، وهذا فقط عينة من منجمي المليء بأطنان الذهب. فرح الصائغ بما سمع، ورحب بسعدون وأجلسه في مكان مريح، وهو يقول: مرحبا مرحبا يا سيدي. تفضل تفضل، خذ راحتك في المكان. انتفخ سعدون الطماع وشعر بتكبر شديد، تحرك السائغ ناحية الجوال وقام بفتحه وهو يتحدث، فقال: أنا مستعد لشراء كل كمية. لم يكمل الجملة ونظر إلى سعدون وقال له: يا هذا، ألست خبيرا؟ وقال غاضبا: هذا ليس ذهبا، انظر، إنه كبريت أصفر. جن جنون سعدون الطماع، وكاد أن يمزق فروة شعره، وخرج من محل الصائغ تائها، وهو يهدي ويقول: هذا ليس ذهبا، انظروه إنه كبريت، انظروه. هذا ليس ذهبا، هذا كبريت. تعجب الناس لحاله، لكنها كانت عاقبة الطمع. لذا يا أصدقاء، المسلم لا يجب أن يكون طماعا، فالطمع مرض يهلك صاحبه، والمسلم لا يخدع ولا يغش، بل المسلم من صفاته الصدق والأمانة، كما أن على المسلم أن يرضى بقضاء الله ويحمد الله على ما قدره له، سواء كان قليلا أو كثيرا. حسنا يا أصدقاء، ما الذي استفدتموه من الحكاية؟ أرسلوا لنا عبر هاتفنا الظاهر الآن على الشاشة، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشبكة سلام الإعلامية، على أمل أن نلتقيكم في حلقات قادمة. هذا صديقكم موفق ناصر وعبد السلام ناصر، نحييكم. إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.